السلام عليكم ورحمة الله. نشرت الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إصابة مواطن بفيروس كورونا اليوم. إدخال معدات حديثة في مستشفى حسحاز. نمو 80% من مليون شجرة غرست العام الماضي في الإقليم الأوسط. ماكرون يجتمع بشركاء بلاده وإعلان انسحاب فرنسي من مالي. قصف إسرائيلي بصواريخ أرض جنوب دمشق. فنزويلا تؤكد دعمها المطلق لروسيا وتصفها بالحلف الاستراتيجي. من العناوين إلى التفاصيل. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في الإقليم الأوسط أثارت إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا في حزحاز. في غضون ذلك شفي 10 مرضى كورونا من الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9681، شفي منهم 9544 وتوفي 103 مريض، فيما لا يزال 43 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 17 من فبراير لعام 2022. أدخل مستشفى حسحاز معدات حديثة لتطوير الخدمات وبدء خدمات جديدة. وأوضح المدير الطبي للمستشفى الدكتور تسفى سلاسي إيوب إدخال معدات التنفس ومشاكل القلب للأطفال ومعدات الرنين الصوتي والأشعة المتطورة. وذكر تقديم خدمات الأمراض النفسية والعيون ومتابعة أمراض السل والإيدز وضغط الدم والسكري والقلب، إضافة إلى التحاليل المخبرية والصيدلة، داعيا لحل النقص في معدات طب العيون. وقالت مدير مستشفى حسحاز الممرضة هوات قبرزقي أن روضة الأطفال التي أرسيت في المستشفى بمعدات أساسية بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمرأة فرع الإقليم الأوسط تساهم كثيرا للمهنيات العاملات في المستشفى وكذلك عمل المستشفى. أعلن قسم الزراعة والأراضي نمو 80.5% من أكثر من 1,100,000 شجرة غرست في الإقليم الأوسط عام 2021 بمشاركة المؤسسات الحكومية والاتحادات الوطنية وحملة الطلاب الصيفية. وأوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في القسم السيد أبراهام تخلف في مقابلة مع إيرانا إعداد 9 مشاتل في الإقليم الأوسط أكثر من 1,100,000 شتلة أشجار من 33 نوعا، وارتفاع تنفيذ البرنامج بنسبة 6% مقارنة مع 2020. وأشار إلى القيام بأنشطة حماية التربة والمياه بتغطية مساحة 52% من البرنامج التي كانت موضوعة، داعيا مدراء المديريات والضواحي الدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه. وذكر إطلاق برنامج لإعداد 3,700,000 شتلة أشجار هذه السنة وبناء المدرجات والحواجز المائية الحوضية، ودعا المؤسسات العامة والخاصة والاتحادات والشركات لمتابعة نمو شتول الأشجار التي قرصوها العام الماضي. عقد رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد الدين سيمينارا يوم 16 من فبراير لطلاب كلية الهندسة والتقنية في ماي نفحي حول الأوضاع الراهنة وأنشطة الاتحاد. وقال أن الاتحاد ينشط في المدارس والكليات للدفع بكل جوانب توعية وتنظيم الشباب، موضحا بأن الشباب المتحلي بالوطنية والانضباط يكون دائما رائدا للحفاظ على تاريخه وتنفيذ فاعل لمهامه. وقال أن المخالفات التي يرتكبها البعض بدوافع تأثير الأغران وصغر السن تعرضهم للمساءلة القانونية، داعيا لبذل الجهد المشترك لتنشئة شباب واعي كفؤ يتحلى بالأخلاق الحميدة. وحث طلاب الهندسة والتقنية للمساهمة في برامج إعمار البلاد باكتساب المعرفة العلمية الحديثة.
عقدت اجتماعات تقييمية لبرامج التنمية والخدمات الاجتماعية في مديريات شامبوكا وعرزة وهيكوتا. وأوضحت إدارة مديرية شامبوكا في التقييم تحقيق تغيير جيد لدفع ضريبة الأراضي والزراعة ومشاركة مرضية للسكان في برامج التنمية. وأوضح مدير المديرية السيد كحسي أسرات منح الأولوية للحد من قطع الأشجار ورفع المشاركة في التعليم وحماية التربة وحفظ المياه. وأفاد مكتب التعليم في مديرية عريزة ارتفاع النتائج النصف السنوية للطلاب نتيجة جهد الطلاب والمعلمين. وأوضح مسؤول التعليم الأستاذ تسفاهي وتولى قرقيس بذل الجهود لزيادة مشاركة الطالبات وتدريب المعلمين الجدد. وقال مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي أن خطوات ستتخذ لحل النقص في الكتب والأساس المدرسية، داعيا المعلمين الدفع بالتقدم المشهود في نتائج الامتحانات الوطنية للصفين الثامن والحادي عشر. وأفاد اجتماع كودا تحقيق نتائج مرضية لتحسين انخفاض عدد الطلاب وتسجيل ارتفاع للطلاب بنسبة 20.7% وزيادة عدد الطالبات بنسبة 37%. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. اجتمع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في قصر الإليزيه بشركاء بلاده الأوروبيين والأفارقة في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي. وأوضح الإليزيه أن الاجتماع يأتي في إطار استمرار المشاورات الجارية منذ عدة أسابيع بين فرنسا وشركائها بشأن آفاق عملهم المشترك في منطقة الساحل الإفريقي. وفي هذا السياق حذر رئيس الساحل العاجل حسن أوطارو من أن الانسحاب المتوقع للقوات الفرنسية والأوروبية من مالي سيخلق فراغا مما سيجبر جيوش غرب أفريقيا على البقاء في الخطوط الأمامية لمحاربة الجهاديين في منطقة الساحل. قالت وزارة الدفاع السورية أن إسرائيل نفذت هجوما بعدة صواريخ أرض من هضبة الجولان استهدف جنوب العاصمة دمشق، مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية. وبدورها نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا عن مصدر عسكري قوله أن العدو الإسرائيلي نفذ ضربة بعدة صواريخ أرض من منطقة جولان السورية المحتلة مستهدفا بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق. وذكرت الوكالة أن الضربة أدت لوقوع بعض الخسائر المادية، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي استهدف موقعا عسكريا تابعا لقوات النظام قرب دمشق. ويعد هذا ثاني استهداف من نوعه طال محيط العاصمة السورية خلال فبراير الحالي، إذا قتل جندي سوري وأصيب 5 آخرون بجروح في قصف إسرائيلي جوي وبري. وقالت إسرائيل حينها أنه جاء ردا على صاروخ أطلق باتجاهها من سوريا. جددت فنزويلا التأكيد على دعمها المطلق لروسيا الاتحادية حكومة وشعبا ولا سيما فيما يتعلق بالأزمة مع أوكرانيا. وذكر تلفزيون تليوغوس أن نائب الرئيس الفنزويلي ووزير الطاقة أكد خلال استقباله نائب رئيس الوزراء الروسي وقف كاراكاس إلى جانب موسكو في الأزمة مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيسمح للبلدين مواصلة تقييم وتوسيع آفاق التعاون المشترك بينهما لكونه يعبر عن عمق العلاقات الثنائية المتباينة التي تجمع البلدين. من جهته جدد بريسوف التأكيد على أن فنزويلا تعتبر شريكا استراتيجيا لروسيا في أمريكا اللاتينية والعالم بشكل عام، منوها بتنسيق البلدين المشترك ولا سيما في المحافل الدولية والذي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي سياق الأزمة الراهنة تحدث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي راكوف عن انتشار عسكري روسي في فنزويلا وكوبا. أعلنت دار سبيس للمزاد في نيويورك أنها ستعرض أكبر ماسة زرقاء للبيع في مزاد خلال أسبوع الكماليات في هونغ كونغ في شهر إبريل المقبل. وقالت دار سبيس أنها تتوقع أن يتم بيع الماسة التي تزن 15.10 قيراط بأكثر من 42 مليون يورو، مؤكدة أنها أكبر ماسة زرقاء لا تشوبها شائبة،
بتحقق المعهد الأمريكي للأحجار الكريمة الذي صنفها. ويبدو بحسب دار المزاد في نيويورك أنها المرة الأولى التي ستعرض فيها ماسة زرقاء تزن أكثر من 15 قيراطا. وكانت الماسة قطعت من صخر صلب تم اكتشافه في منجم كولينان في جنوب أفريقيا خلال شهر إبريل من العام 2021. تذكير بأهم العناوين. إصابة مواطن بفيروس كورونا اليوم. إدخال معدات حديثة في مستشفى حسحز. نمو 80% من مليون شجرة غرست العام الماضي في الإقليم الأوسط. ماكرون يجتمع بشركاء بلاده وإعلان عن انسحاب فرنسا من مالي. قصف إسرائيلي بصواريخ أرض جنوب دمشق. فنزويلا تؤكد دعمها المطلق لروسيا وتصفها بالحلف الاستراتيجي. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.